الأخيرة ايه القضية اللي ما خلصتش؟ اقول لك هي قضية كهرباء. يوم ويوم لا بنتكلم على كهرباء، خبر صح وخبر غلط، خبر حقيقي وخبر مضروب، وموضوع كهرباء لا ينتهي، يعني في النهاية لا ينتهي. طبعا كل شوية تيجي اخبار. النهاردة اخر خبر طلع ايه؟ انه خلاص الموضوع هيتحل، وانه هيدفع 50% لنادي الزمالك من الغرامة، ويتحل الموضوع في ظرف 30 يوم. هل ده صحيح؟ طب ما لو كان الموضوع كان وارد من قبل كده، ما اتعملش قبل كده ليه؟ الاستاذ اشرف عبد العزيز محامي محمود كهرباء لاعب الاهلي اللي هو عليه كل الاخبار، اهلا بيك يا فندم. عمرو بيه، كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه شهر رمضان الكريم. وانت بالصحه والسلامه يا فندم. ايه حكايه كهرباء؟ هل صحيح وصلتوا لاتفاق مع الزمالك ان انتوا تدفعوا 50% باعتبارك المحامي بتاعه يعني ويتحل الامر؟ ابدا ابدا. لا يوجد صلح ولا طلب لصلح ولا تقدمنا بطلب تقسيط لنادي الزمالك، والاشاعات كتير، وقالوا ان احنا مش هيلعب مباراه سموحه ولعب وجاب جون، ولعب مباراه الزمالك وجاب جون، ولعب كاس العالم للانديه، ولعب كاس افريقيا. اللي حصل من حوالي 5-6 شهور كان بيني وبين الاستاذ مرتضى رئيس النادي اتصال، والمحاولات فشلت لان الاستاذ مرتضى رئيس النادي طلب وجود احد اعضاء مجلس اداره نادي الاهلي في الحضور، وتم رفض هذا الامر. ان الاهلي لا يعني ايه في الحضور؟ يعني مش فاهم. يبقى واحنا قاعدين بنسوي الحاله بتاعت كهرباء يبقى موجود عضو مجلس اداره من النادي الاهلي. عضو مجلس اداره ولا رئيس النادي؟ لا 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 لا، انا بحكي لك الجدار بيني وبين رئيس النادي. فطبعا النادي مش طرف في الموضوع. طيب فباظت التفاوض وتم رفض هذا الامر من النادي الاهلي، وخلاص الموضوع انتهى واشتغلنا تاني قضايا. وعايز اقول لك حاجه برضو، مش 2 مليون دولار قدام المحكمه الرياضيه، كان طالب 9 مليون دولار. او ماله، من حقه طبعا. اما بقى كل يوم نسمع خبر جديد على كهرباء، وعندك حق، احنا بقالنا 6 شهور او 7 شهور ما بنتكلمش الا على موضوع كهرباء. طيب فانت بتنفي تماما ان انتوا في انفراجه في هذا الموضوع، او ان انتوا وصلتوا لحل ودي مع الزمالك؟ خالص، مفيش الكلام ده خالص خالص. طيب بيطلع على لساني انا اخبار وانا بطلع فيها، لدرجه ان انا بقيت يعني ازهق من كتر الاخبار اللي بتطلع على لساني واطلع فيها. طيب ايه اللي هيحصل؟ يعني الموضوع هيتحل ازاي؟ بص، يعني اعتقد ان النادي الاهلي لا يترك ابنائه. النادي الاهلي ليس طرف في مشكله كهرباء مع نادي الزمالك، بس النادي الاهلي هو ظهر وسند لكل لاعب بيلعب في النادي الاهلي، ومن يرتدي التيشيرت الاحمر هو جزء من النادي، وان شاء الله. بس ده تيشيرت ثمنه 2 مليون دولار، يعني تيشيرت غالي قوي. لا، انا ما بقولش النادي الاهلي هيدفع، انا بقول النادي الاهلي هو في ظهر كل لعيب في النادي الاهلي. امال مين اللي هيدفع؟ كهرباء هيدفع. كهرباء هيدفع؟ ايوه يا فندم، انا بقول لحضرتك دلوقتي كهرباء هيدفع. كهرباء هيدفع 2 مليون دولار كاش؟ ايوه يا فندم. ده خبر ولا توقع؟ لا يا فندم، خبر. كهرباء سيسدد الغرامه في اخر يوم في 60 يوم عن طريق الفيفا. عن طريق ايه يا فندم؟ عن طريق الفيفا، هيسدد في الحساب الموضوع موجود في الفيفا. وهو يعني مش كان قدم التماس للفيفا ولا خلاص احنا قدام يدفع؟ احنا كهرباء هيسدد قيمه الغرامه، وبعد كده احنا هنرفع قضيه على النادي البرتغالي لسداد الدفعه بتاعه النادي البرتغالي. هو النادي البرتغالي ده خلاص مش موجود يعني اصلا؟ مين قال مش موجود؟ موجود، وفي دلوقتي مستثمر في مفاوضات انه بيشتري النادي. يعني حلني يعني يعني انتوا بتقول لي احنا هندفع دلوقتي وبعدين ما نتصرف مع النادي. طبعا. طب معلش، هو سؤال بايخ، هو كهرباء هيجيب ال 2 مليون دولار منين؟ ان شاء الله اخر يوم في المهله هيتم سداد الغرامه. لا مش ده السؤال.
ده امتى كهرباء هيسدد الغرامه؟ لا انا بسال كهرباء هيجيب ال 2 مليون دولار منين؟ ان شاء الله ان شاء الله هيجيبهم، وان شاء الله هيتم سدادها. منين؟ ان شاء الله من كهرباء يا فندم. شركه الكهرباء يعني؟ هو ده محتاج شركه كهرباء عشان يجيب الرقم ده؟ انا عايز اقول لك حاجه ثانيه. قول لي. ارض الهك امبارح. غير الموضوع بقى، وارض لك اول امبارح يا اخويا. انت مسكتنا اول هارد امبارح. لك اول امبارح كمان. الله يعني هتهارد لكني ههارد لك. عارف يا عمرو بيه، انا ما فرحتش الا في حضرتك امبارح انك مسكتنا اول امبارح. مش عايز اقول لك عملت فينا ايه. انت نيمتنا بتنكدين. الله يكون في عونكم. قلبي بيتقطع. هو هيجيب الفلوس منين بقى؟ ان شاء الله هيدفعوا. ايوه انا عارف. دي اجابه السؤال بتاع صباح الخير. السؤال بقى بتاع السلام عليكم ورحمه الله، دي ليه اجابه ودي ليه اجابه. الراجل بيلعب النهارده بقاله 10 سنين. طب خير وبركه، كويس ان هو معاه 2 مليون دولار يعني ما حدش هيسلفهم له او يدفعهم له يعني. المهم يدفعهم. حد بقى هيسلفهم له، حد هيجيبهم له، المهم هيدفعهم. ماشي، ده المهم. ماشي عشان انت حبيبي بس. وانت حبيبي. الاستاذ اشرف عبد العزيز وانت بصحه والسلامه. محامي محمود كهرباء لاعب الاهلي، شكرا ليك مره اخرى. وطبعا ايام ويجي رمضان وان شاء الله احنا هنكون مع حضراتكم في الشهر الفضيل، ولكن زي السنه اللي فاتت هنكون موجودين على MBC مصر 2، مش MBC 2، MBC مصر 2. هنكون مع حضراتكم يعني بعد يعني في ظرف ايام هنقول لحضراتكم المواعيد بتاعتنا بالظبط وهنبقى ازاي وبنعمل ايه طبعا. بس حضراتكم متعودين انه بيكون عندنا الوجبه اليومية بتاعة المسلسلات، والسنة دي MBC فيها عدد من المسلسلات الكبير وكواليتي عظيمة. يعني أنا شفت شوية تريلرز، شوية مقدمات للمسلسلات دي يعني جميلة جدا. فهنكون مع حضراتكم، وبعدين طبعا بيبقى مفيد إنه لو حصل حاجة محتاجة ادينا موجودين جنبكم، نقول نتكلم يعني ناخد بحس بعض. انا عارف طبعا حضراتكم مش بتبقوا متحمسين قوي للتوك شو في رمضان، انما جايز في ايام بيبقى في حدث معين محتاج يعني نسلط الاضواء عليه ولا حاجه، ادينا موجودين نسلط الاضواء يعني ان شاء الله. وكل سنه